السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. زي ما انتم شايفين معانا وصفتنا النهارده الرز المعمر الفلاحي. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي اسهل منها مفيش. هتحطي معلقتين سمنة كده وتبداي تنزلي بالرز بتاعك وتبداي ان انت تشوحيه وتغلفيه كده بايه، بالسمنة كلها، سمنة او زبدة المتاح عندك. تمام. بعد كده بضيف الملح ان انا بملحه، وطبعا انا هعمله حادق مش مسكر. هتعمليه مسكر زي الحادق، اختلاف بدل الملح تحطي سكر، لكن الخطوات هي تمام. بدأت بقى ان انا حطيت الملح بتاعي، وبعد كده نزلت باللبن زي ما انتم شايفين معايا كده، واديته كفايته من اللبن او الحليب عشان الدول العربية. وبعد كده بحط على الوش بتاعه اما قشطة لا اما زبدة. انا كان عندي متواجد الزبدة فحطيت زبدة. وزي ما انتم شايفين معايا كده عملت طبق سلطة بتنجان جنبهم، وكمان طحينة وبطاطس محمرة. ودي كانت وجبتنا، يا رب تعجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.